اللي بيحصل في الاهلي دلوقتي دي جنون. يعني بيقول لك الاهلي بيعرض زيزو، بن شرقي، ماشي، امام عاشور للبيع. انت متخيلين اللي بيحصل في الاهلي؟ جمهور الاهلي بيطالب ببيع زيزو وامام عاشور وبن شرقي، بيقول لك عليهم عملاء جايين من الزمالك عشان يدمروا الاهلي. يا باشا اللعيبه دي كان في الزمالك كان مكسره الدنيا، اقسم بالله. بن شرقي دي انا كنت بحلم بيه وانا نايم. كان بيعمل كل حاجه في الكوره. لاعب بيعرف يعدي واحد على واحد، بيعرف يجيب جول، بيعرف يحط كور ثابته، بيعرف يلعب بدماغه، بيلعب في الماتشات الكبيره. وتقول لي عامل انت اللي راح تجيبه بعد ما انتهى؟ انت راح تجيبه هو ما ينفعش مع نظام لعبه. انت راح تجيبه كده في الزمالك مش اكتر ولا اقل. يعني اللاعب دي كان بيعمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه في الكوره في الزمان. ده انا نايم الوقت فاكر له لسه جون الترجي مع الزمالك في ماتش السوبر الافريقي، واخدها من نص الملعب رايح، عدى واحد واثنين وثلاثه وقام حاططها. ماتشات الاهلي وهو بيحط قدام بيراميدز في الكاس، في نهائي الكاس هو بيحط. كان بيعمل كل حاجه في الكوره. زيزو اللاعب الوحيد اللي كان في الزمالك كل مباراه بيعمل اسيست لا بيعمل جول، يعمل اسيست لا يعمل جول. رحت جبته بعد ما انتهى برضه 5 سنين متواصل مع الزمالك بيعمل اللي عليه. ما كانش نجم، دي مش معناه ان هو انا كان نجم، بس كان مؤثر في الزمالك، كان بيخلص مباريات الصراحة اكذب عليك. لغاية اخر مباراة ليه قدام سيراميكا جايب جون في الكاس، وكان بيلعب وكان بتاع. كان بس بيجي قدام ماتشات الاهلي عشان كان ماضي معاكم، عشان ضميره، فاهمني، ضميره. كان بيطلع من اول 10 دقايق وبتاع. غير كده كان متألق وبيخلص. ماشي. امام عاشور كان بياكل النجيل. انا فاكر له لسه ضربة الجزاء اللي في اول ثانية قدام بيراميدز، اللي هو الموسم اللي احنا خدنا فيه الدوري، اللي احنا جبنا فيه 3 جون شيكابالا في اخر ثانية، اللي هي ارتو في اول ثانية، والراح بتاعته هو بيعمل هموت. فاكر له جون الاهلي في الكاس مع فيريرا، هو بيجيب جون في الاهلي. شايف الروح اللي عنده، لاعب كان بيقاتل على الكوره في الزمان. فاللعيبه ديت بقى احنا اللي بعتناهم لك، احنا اللي مش عارف ايه اللعيبه دي. ايوه يا عم، اللعيبه دي كانت يعني بتموت على تيشيرت الزمالك. جيت عندك همال فلو، همال الدولارات اللي هتدي جايين يعني ايه، نزهه كده، جايين يضحكوا عليه. ايوه والله جايين يضحكوا عليك، انا هكذب عليك؟ انا بقول لك الحقيقه، لعيبه جايه تضحك عليه. احمد عيد نفس الحكايه، لاعب راح تجيبه هو لسه له نهايه الموسم، هيخلص مع المصري، رحت اديت لهم العيش ودافع في العيش 70 مليون والكلام من ده كله. وطلع تتكلم الوقت. احمد عيد ايه؟ احمد عيد دي زملكاوي يا ابني. يا ابني انتوا ناسيين اللي كان بيعمله؟ مش دول اللي كانوا حراقين؟ اه، مش دول الحراقين؟ بن شرقي بيديلك زيزو بيديلك امام بيديلك، لا يجرؤ احد في النادي الاهلي يكلمهم. لا يجرؤ الخطيب حد يتكلم عليه، لا يجرؤ. ادم وطن بيديلك يا ابني، ومش عارف تتكلم معاه. تتكلم في ايه؟ ما تتكلمش، ما تتكلمش. فرقة المليار والدولارات، الخطيب هو دي الخطيب، هو دوت اللي بيدفع. فما تتكلمش في الكرة نهائيا، نهائيا. اللعيبه ديت انت واخدها في التوب، كانوا في الزمالك في التوب، جم الاهلي بقوا ايه، بومب على طول. زيزو بيحنكش، امام بينام وبياكل وبيشرب وبياخد فلوس وبيقول لكم انا همشي اخر الموسم غصب عنكم، دغري. يعني هو الواد بيجيب من النهايه، من النهايه. اسمع اسلام مهدي هو بيقول لك، الواد بيقول لي محدش يتكلم عليا، انا ماشي كده كده لغايه نهايه الموسم. ماشي. وبن شرقي يا عم عمل شويه فلوس في الزمالك ولعب عمل تاريخ، راح الخليج عمل شويه فلوس. قال لك يا عم ارجع الاهلي يعني ايه؟ لو قلت لهم اي مبلغ هيدفعهم. الواد كان معروض عليه باين مثلا 700 الف دولار، الاهلي بيديله 1.5 مليون. قال يا عم ما اروح امشي الدنيا شويه فلوس، لعبت ما لعبتش، فاهمني؟ وفي الاخر يا عم اخد فلوس وارجع بلدي العب كمان موسمين والدنيا هتكون رايقه. ما تتكلمش. والله العظيم انتوا بيضحك عليكم، انتوا بتدفعوا فلوس، انا مش عارف كميه